السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ انس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شايفين الحلاوه والجمال دي؟ والله العظيم والله العظيم كل البولات اللي قدامكم دي كلها خلصت، اتنسفت نسف كده من حلاوتها. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي لانها بجد بجد تحفة تحفة تحفة، وبشوية لبن بس هتعملي الجمال والحلويات دي. وكمان مفيدة جدا للأطفال، وكمان خفيفة جدا 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 جدا، وحاجة كده وهم، والله العظيم حاجة كده وهم. شايفين الجمال والحلاوة؟ بس قبل ما ندخل في الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله، ولايك وشير للفيديو حبايب قلبي. معايا بقى كيلو لبن كده زي ما انتم شايفين، هحط فيه 3 معالق دقيق كبار، بس انا حطيت فيه 5، يعني انا هحط قدامكم 3 وهرجع احط 2 تاني لان حسيت ان اللبن كتير وعايز دقيق كمان. هحط بقى قطعة زبدة، حوالي 5 معالق زبدة كبار كده زي ما انتم شايفين. بقول لكم وصفة في منتهى الجمال. طبعا الكيلو لبن عليه 5 معالق دقيق كبار وعليه 5 معالق زبدة كبار. خليكم معايا وخليكم مركزين معايا في المقادير. بقلب بقى كويس قوي لما الدقيق يدوب في قلب اللبن والزبدة، وما بيبقاش فيه اي تكتلات خالص. عايزة القوام بتاعي ناعم جدا جدا جدا. بضيف السكر بتاعي بقى كده زي ما انتم شايفين. طبعا بحل السكر زي ما انا عايزه، وبضيف كيسين فانيليا كده زي ما انتم شايفين، وضفت السكر وبقلب بقى. هو ده القوام اللي انا عايزاه. شايفين الجمال والحلاوه؟ بعد ما ضفت الفانيليا بقى هسيبها تبقبق كده، اعرف ان هي خلاص بقت جاهزه للتقديم. وهصب الخليط ده بقى في كاسات، وهنعمل الكراميل بتاعي في طاسه بقى فاضيه على النار كده. بس لازم أن تكون معدن او حاجه يعني اشوف بها مستوى السكر علشان اللون بتاعه. بعد ما حطيت السكر كده سبته يتكرمل كده زي ما انتم شايفين. هو ده اللون اللي انا عايزاه كده زي ما انتم شايفين. معايا بقى كيس نشا. الكيس النشا اللي احنا بنجيبه من المحل عادي، بدوبه في كوبايه ميه زي ما انتم شايفين كده. بعد ما بقلب السكر كده زي ما انتم شايفين والسكر يدوب كده خالص 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 ويبقى القوام بتاعه ناعم كده، بنزل بكوبايه النشا اللي انا مقلباها في كوبايه ميه. يلا حبايب قلبي، لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله، ولايك وشير للفيديو حبايب قلبي. والله العظيم الوصفه دي تحفه 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 تحفه. كمان انا حطيت كوبايه الميه اللي انا مقلبه فيها كيس النشا، احتجت كمان كوبايه ميه، يعني هنزل كمان بكوبايه ميه وهبدا اقلب بقى بالمضرب كده زي ما انتم شايفين. طبعا طلعت تقيله شويه، انت لو عايزاها اخف من كده خفيها بالميه طبعا. زي ما قلت لكم ان انا صبيت الخليط بتاعي في كاسات وسبته يبرد حوالي ساعه او ساعه الا ربع تقريبا يعني. بضيف بقى طبقه الكراميل كده على الوش كده زي ما انتم شايفين. طبعا لو عايزين تخففوا طبقه الكراميل عن كده خففوها، المفروض كانت تبقى خفيفه شويه، بس انا طبعا حطيتها وخلاص. زي ما انتم شايفين كده نزلت طبقة الكراميل كده زي ما انتم شايفين. بضيف كده على الكاسات كلها. والله العظيم والله العظيم والله العظيم من غير حلفان اتنسفت من حلاوتها كده، اتنسفت وحاجة كده خفيفة وحاجة تحفة. ممكن تستكفي بكده. انا عندي بقى صوص كراميل في التلاجة، طلعته وحطيت كده خطين 3، بس كان طعمه في منتهى الجمال. لو ما عندكش خلاص هي كانت تحفه برضك. يعني انا ما عملتش على الكاسات كلها كراميل، عملت على 2 3 بس. لو مش متوفر عندك صوص الكراميل عادي، هي بتتاكل من غير صوص الكراميل اصلا، بس انا حبيت ازود اضافه من عندي وخلاص. شايفين الحلويات؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ الله وحياة ربي وحياة ربنا تحفه 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 تحفه. والله العظيم جربوها ومش هتندموا. وبشويه لبن عندك في البيت بس هتعمل